سعيدة جدا ان انا هبدأ معاكم النهاردة حلقات Inside Out بودكاست. الحلقات دي هتبين لنا علاقة جوه جسمنا، حالتنا النفسية بشكلنا ووزننا والحالة التغذوية. معاكم دكتورة سارة عادل، استشاري تغذية العلاجية واخصائي تغذية الرياضيين بجامعة كلية الطب جامعة عين شمس. وسعيدة اكتر ان انا هكون معايا النهاردة دكتورة هبة عبد العزيز، استاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة الاسكندرية. والحقيقة يعني هي دكتورة هبة صديقتي وحبيبتي من ايام الطفولة. مبسوطة جدا ان احنا يجمعنا البودكاست النهاردة ده. اهلا بيكي معانا النهاردة دكتورة هبة. اهلا بيكي دكتوره ساره، انا كمان مبسوطه جدا ان احنا هنعمل بودكاست بالاهميه دي، واسمه عجبني جدا انسايد اوت. الحقيقه هو مهم قوي، لانه انا في الحالات اللي بتجيلي في الكلينيك عندي جمل كتير قوي ممكن تدخل الحاله تقولها: انا بعمل دايت كتير وما بخسش، او انا بعمل دايت وبخس بس برجعهم بسرعه. في حد تاني ممكن يقول لي: انا بعمل انظمه كتير مختلفه بس ما بنزلش، جسمي واقف، مش قادره اتحكم في شهيتي. كل ده بالنسبه لي ممكن يعدي ونتعامل معاه تغذويا، بس بيستوقفني جمل مهمه جدا. لما تبقى داخله الحاله متوتره قوي وبتتكلم عن: انا مش عاجبني جسمي، او ما بقيتش اقدر اخرج لاني مش بلاقي هدوم تليق عليا، او بتضايق من كلام الناس ليا. هنا بحس ان في مشكله مش عندي لوحدي حلها. لازم يبقى في معايا اخصائي نفسي هو اللي بيتكلم مع الحاله دي. ايه راي حضرتك في الحاله دي؟ انا دايما بشوف انه المالتي ديسيبلينري تيم او فريق عمل مكون من كذا تخصص طبي بيكون مهم في اغلب الحالات. في الحالات المتعلقه بالوزن، سواء نزول او تثبيت او حتى نظام اكل صحي لحياه صحيه عموما، دي محتاجه فريق كامل. في حالات زي اللي بتتكلمي عنها تحديدا، بالذات الشخص اللي بيكون مش عارف يكون في حالة سلام نفسي مع جسمه، ممكن جدا يكون بيتعرض لحاجات هو مش واخد باله منها، ان هو مثلا بيتعرض لبادي شيمينج او للبولينج، التنمر على جسمه. وده ممكن يأثر على حاجات كتير جدا، مش مجرد انه يتضايق شوية وبس، في اوقات ممكن يأثر على ثقته بنفسه وعلى السلف ايمج، ازاي هو شايف نفسه، وممكن يخليه خلاص في حالة من القلق الدايم، او كمان اوقات توصل لرهاب اجتماعي او رفض زي ما بتقولي، مش عايز ينزل، مش عايز يلبس، واحيانا بيحصل ريزيستنس كبير، انه مش عارف ياكل ولا ما ياكلش ويعمل ايه علشان حياته تمشي بشكل يكون مريح له. انا فعلا بلاحظ انه اكتر حالات بتبقى ريزيستنت معايا في نزول الوزن، وبنفضل شغالين مع بعض فتره طويله وبتبقى بالنسبه لها تشالنجينج قوي انها تنزل في الوزن، هي الحالات اللي بتبقى بادئه بالجمله دي. جاي عنده الاحساس: انا عندي مشكله مع جسمي، وفعلا بتريزيست فتره طويله. هل لما بعمل لها ريفيرال لاخصائي نفسي، هنا بيبقى فيه بروتوكول للتعامل معاها؟ يعني انا عايزه اعرف منك بالظبط ايه تعريف البادي شيمينج، وازاي البروتوكول اللي بتتعاملي مع الحاله دي علشان تساعديني اقدر افك الريزيستنس اللي حاصل. هو اولا زي ما قلنا، عشان في فريق، في حاجات. اولا هو في فرق، يعني عايزة أوضحه ما بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي. اللي عادة بيحط البروتوكول بيكون الطبيب، والأخصائي النفسي عادة بيمشي على البروتوكول أو بيساعد زي في الكوتشنج بتاع الرحلة بقى نفسها. ف يعني بالنسبة للجانب الطبي بيكون في بروتوكولات مهمة جدا طبعا وموجودة جاهزة، مع بنقول عليها تailoring أو individualization، يعني نخلي كل بروتوكول مناسب للشخص نفسه. ودي حاجة مهمة، لأن ما ينفعش إن يبقى عندي بروتوكول أديه لصاحبتي أو لأخويا. كل واحد في حاجات بتناسبه أكتر، سواء نفسيا أو طبعا جسديا زي ما انت عارفة. نيجي بقى للجزء بتاع البادي شيمينج. طيب ايه هو البادي شيمينج؟ هو كل ما له علاقة بالتعليق المهين أو المؤذي اللي ممكن يعلقه شخص على جسم أو شكل شخص تاني، حتى على سبيل الهزار. يعني ممكن يكون ايه يا عم انت تخنت كده ليه، ايه ده انت خسيت قوي انا ما بقيتش شايفك. كل ده ممكن يكون على سبيل الهزار، بس مش دايما في استعداد للشخص اللي بيسمع تعليق زي ده انه يقبله كهزار.
وهنا بيدخل عامل الحدود الصحية ما بين الأشخاص وبعض. في أشخاص ليهم زي ما بنقول كريدت، أو ليهم رصيد، أو ليهم عشم، أو في علاقة تسمح إن هم يتكلموا مع بعض وعلى سبيل الاهتمام، لأنه أوقات الكلام ده كتير بيكون على سبيل الاهتمام بالشخص أو حب للشخص، وفي شخص ما فيش علاقة كبيرة بتجمعني بيه. فلما يقول تعليق زي ده ممكن اكون مش مستعد اني افسر له ايه اللي حصل في حياتي خلاني اتخنت او خسيت، فيكون في احراج. وكتير جدا ممكن الشخص ما يكونش واعي ان ده اثر فيه للدرجات دي. وساعات ما بيبقاش الشخص شايف المشكله اللي الناس شايفاها. يعني طبعا. انا بحط ايدي على مشكله الناس مكبراها ايا كانت الاسباب ورا ده، اسباب زي ما بتقولي تنمر، اسباب هو شايف مشكله كبيره، الشخص نفسه مرتاح مع جسمه بالشكل ده. فساعتها بتيجي هنا المشكله، انه شخص بيبقى الحاجه اللي جايباه ومدخلاه عند الكلينيك ما بتبقاش ان هو عايز بس يخس. عشان كده بلاقي دايما في ريزيستنس. فهنا زي ما بتقولي كده انا هنا محتاجه بروتوكول مع طبيب الصحه النفسيه انه هو لا يتعامل مع الحاله دي ازاي علشان اقدر افك الريزيستنس في الثبات في الوزن. الريزيستنس اللي بتتكلمي عنه ان الانسان خلاص مش عارف يخس، ده نوع من الريزيستنس مهم جدا نتكلم عنه. وفي الريزيستنس التاني اللي انا هسألك عليه بعد ما اخلص الجزئية دي، بتاع هو ما بيخسش ليه رغم انه بيعمل حاجات يعني ودايت مثلا نظام غذائي او بياخد حتى علاجات ومش بيخس. بالنسبة للجزء النفسي من الريزيستنس، فده ممكن يحصل لانه الشخص ممكن مع القلق الشديد ومع التوتر اللي بيحصل له يبدأ انه مش عارف يبدأ منين مثلا، فيقرر انه ما ياكلش خالص. ودي بتحصل كتير. ايه ده قالوا لي انت تخنت انا هوقف اكل تماما. ده هيوقف طبعا حرق، وانت هتشرحي لنا الجزئيه دي. وكمان ممكن يبدا يعمل انشطه غلط، زي ان هو يلعب مثلا رياضه بقسوه فيحصل له اصابات، او يبدا انه مش عارف يتعامل مع العالم خالص فينسحب من العالم، وده يعمل له اكتئاب ومشاكل اكتر. وممكن يبدا انه من كتر القلق والتوتر، وبالذات لو ما عندوش هوايات كتير او حاجات كتير ممكن تسليه ويعملها، يبدأ غصب عنه يدخل في الأكل العاطفي. إن هو من كتر ما هو متضايق ومش عارف يعمل إيه، يبدأ يلاقي نفسه إنه مش قادر يقاوم الأكل. ومع فكرة إن أنا مش لازم آكل، ما ينفعش آكل، المخ مش بيسمع كلمة مش. بيبدأ الإنسان كل مخه يتثبت في آكل، مش هاكل، لأ هاكل. فيبقى الفكرة مسيطرة عليه، ويبدأ يخش بقى في دايرة مغلقة في منتهى الخطورة، نوع من زي كده شبه الوسواس، انه الاكل بقى مسيطر على، حتى لو انه مش عايز، بس طول الوقت مش عارف يفكر في حاجة ثانيه. فممكن ده طبعا يعمل مشكلة زي الاكل العاطفي، وبعد كده طبعا ممكن يعمل اضطرابات اكل اللي لازم تكلمينا عنها كتير وناخد فيها الحلقات الجاية. ايه هي المضاعفات لحتة التنمر دي اللي بتوصلنا بقى لمشاكل اكبر، هي بوابة لمشاكل اكبر نفسية. كنت عاوزه تساليني، انا اصلا مش عارفه اقول لك يا دكتوره هبه من كتر ما احنا يعني اصدقاء يعني اصدقاء الطفوله. كنت عايزه قولي لي بقى دلوقتي ازاي الجسم هو اللي بيبدا يقاوم ان هو ينزل في الوزن مع الضغط والستريس الشديد، ان الانسان مش عارف يعمل ايه او عايز يخس ومش عارف يعمل ايه. بصي، هو اول ما بتجيلي الحاله دي اللي داخله بتتكلم الجمله البدايه بتاعتها انا خايفه، انا شكلي، انا هدومي، انا مش عايزه اقابل الناس، انا بحس بنظرات الناس بتوجعني، وابتدي احس ان لازم هنا زي ما بتقولي المالتي ديسيبلينري تيم يبقى معايا، وابتدي اريفير. هنا انا ما بتبقاش مشكلتي ان انا افضل مايندد بالميزان، انا هنا عايزه الحاله دي ابتدي افهمها ويحصل بينها وبين الاكل حاله ايه، محبه. ولازم تحب الاكل وتفهمه، لازم تبقى فاهمه هي بتختار ايه. يعني نحب الاكل عادي، بحب الاكل عادي جدا. وانا اول واحده بحب الاكل، وانا بحب الاكل واحنا بنقعد مع بعض واحنا بنحب الاكل، انت عارفه كده كويس. خلص وناكل. خلص وناكل. لازم نبقى فاهمين ان الاكل ده مش حاجه مرعبه، وانه جسمي مش محتاج يكون في وزن مثالي زي ما الناس شايفاه، هو في حاجه اسمها وزن صحي. ولازم ابتدي بعد ما بنعمل الانبادي اللي هو انا بالنسبه لي ببقى عايزه اعمله اول مره عشان بس افهم الحاله واركنه على جنب. ده نوع من الوزن صح؟ شكل
بيبقى زي تشارت كده. بالظبط تشارت يعرفها قد ايه الماسلز، قد ايه الفاتس، يعني ايه ماسلز، يعني ايه فاتس، ايه اهميه الفاتس اصلا، توزيعتها مهمه جدا. ايه الفاتس اللي بتبقى يعني عادي ان يكون في دهون في جسمنا؟ طبعا عادي جدا، وعادي جدا ان انا اكل دهون، ومش لازم ابقى زيرو فاتس زي ما في ناس بتسعى، وانت لسه قايله لنا كومبليكيشنز وهناخد فيها حلقه تانية ان انا ابقى زيرو فاتس. لازم بدايه مع الحالات اللي زي دي ابتدي اشرح يعني ايه نشويات، يعني ايه كربوهيدرات وايه انواعها، يعني ايه دهون وايه الدهون النافعه والدهون المش نافعه، يعني ايه بروتينز ويعني ايه كم. في ناس بتبقى متخيله انها بتاكل قليل، واكشولي هو كل نوع الاكل اللي بتاكله كربوهيدرات. ما هو اهم شيء ان انا ابقى واكل اولا يبقى في تنوع، ما يبقاش في حرمان، وان انا ابقى واخد وزن الكالوريز. انا ممكن جدا ابقى هنقول الشخص ده هياخد 1200 كالوري، بس اكشولي هو بياخدهم صح، لكن ما بياخدهمش غير من النشويات، فدي مشكله عامله له انسولين ريزيستنس، وعامله له انه في كريفنج اول ذا تايم، ومقلله كم العضلات. ففكره انه يفهم الاكل دي اول حاجه هتخليه في راحه نفسيه مع الاكل. ابقى فاهم زي بالظبط كده لما تبقي داخله مكان ضلمه انت مش عارفه اخره ايه، وانس انك عرفتي حدوده طبعا. بالظبط، وعرفتي حدوده، ايه الحته اللي فيها خطر وايه الحته اللي ما فيهاش خطر، هتمشي وانت مرتاحه. فانا بتعامل مع الحالات دي تغذويا الاول، مش ميزان خالص، بيبقى هدفي في الانبادي ان انا اكشف له جسمه من جوه كماسلز كفاتس عامل ازاي، وفين اللي عايزين نزوده وفين اللي مش فارق معايا دلوقتي نقلله، وايه اهميه ان انت تركز اكتر على منطقه الدهون اللي على البطن. يعني انا عايزه اقول لك لولا بس ان انا اسمي عياده الدكتور التغذيه كان ممكن جدا ابعد تماما عن الميزان. انا بالنسبه لي عايزه اعرف المقاسات شكل الجسم بالظبط. واهم حاجه اول حاجه بسالها للحاله اول ما بيقعد انا حاسس اني ما خسيتش، اقول له اخبار مقاساتك ايه من غير ما تكون قست. بنطلونك وسع، التيشيرت وسع عليكي، انت الشميز قفل اللي ما كانش بيقفل، وسامتايمز بخليهم في طقم هو ضاق عليه يلبسه قبل ما يجي لي المره الجايه. وما يهمني هو يقول لي الميزان، بيبقى عايز يجري على الميزان، واقول له ارفع انا اقول له فين الطقم، هو يقول لي فين الميزان. وافضل طول الوقت بقول له بلاش توزن في البيت، مالكش دعوه بالميزان، لان الناس دي بتبقى مايندد عايزه ابقى شكلي خسيت ارقام. اكشولي حالات كتير قوي ممكن تلاقيها دخلت الكلينيك ووزننا ولقيت نفسها يا ثابته يا زايده، وهي اوريدي مقاساتها وسعت. وهنا بيبقى الاثبات اللي جالي من عند ربنا بسرعه انه بص الانبادي بقى، الانبادي بص انت الماسلز زادت وانت بتقول وزنك ثابت او يمكن زاد، بس بص هدومك وسعت عليك. وهو ده التارجت الرئيسي، الفاتس، وخصوصا الفاتس اللي في الابدومينال اريا في منطقه البطن. يعني هو مش خسسان وبس، احنا لازم ناكل اكل مناسب ان جسمنا في الاخر هيبقى صحيا شكله ازاي بالظبط. ولازم نتعامل معاه زي ما بتقولي بقى كده طبيا. ما هو انت وزنك ده ادى الى مشكله في السكر، والسكر التراكمي ادى مشكله للضغط، ادى مشكله في تراكم دهون في منطقه البطن، الغده اخبارها ايه، امراض كتير مناعيه موجوده. لازم يفهم ان هو ده الاهم من ان انا البس الطقم الموضه، او الناس تشوفني تقول لي واو شكلك خسيت. لا، انا ممكن الناس تقول لي شكلي كويس، او الناس اصلا ما تعلقش، ودي هو اللي بقى شغلك مع ان انت تخليه اكسبت يسكت الناس ازاي، او هو بقى ياكسبت كلام الناس. لكن اكشولي انا جسمي من جوه مرتاح ازاي، انا هدومي عامله ازاي عليا، انا باكل صح، باكل الدهون بس الدهون النافعه، وبقيت فاهم يعني ايه في دهون نافعه وفي دهون مش نافعه. هي دي اكتر حاجه بحب العب عليها مع الحالات اللي زي دي. وانس ان هو فاهم بنبتدي حته الريزيستنس، وان الوزن ثابت، وان هو ما يبقاش خايف من الاكل، انه ياكل وياكل 3 وجبات ومعاهم وجبتين سناك. وسمتايمز وهو ماشي يبص كده في الدايت بلان يقول لي ايه كل ده، اقول له انا عارفه اني بدخنك، اتفضل انا عايزه ادخنك انا. لا، هي المساله مساله انه هو واخد على انه الاكل حاجه، لا انا شكلي وحش انا مش هاكل. يكتشف ان انا مخرجاه ب3 ميلز وسمتايمز 2 سناكس، مع اختلافات طبعا الكالوري كونتنت بتاع كل حد، ممكن تقل سناك تقل وجبه، لكن في الاخر بدي وجبات كتير وتنوع كتير. عارفه بياكل قد ايه وامتى بالظبط. بيحصل بقى مشكله احيانا يكون خلاص هو عنده البلان بتاعته، وفي بقى مناسبه او في رحله او معزومين عند طنط، وتفضل بقى طنط بلاش دايت النهارده، ما حبكش النهارده ما تاكلش، لازم تخلص الطبق، تعدميني لو ما شربتيش العصير. عارفه بقى المشكله فين في الحته دي؟ الحدود دي اول حاجه. وان انا بقول ان انا بعمل دايت، انا ما بعملش دايت. احنا كلنا المفروض نبقى ماشيين على نظام صحي. صح تماما. انا اللي يسالني ما بتاكليش دي ليه؟ لاني شبعت. يا جماعه الشبع دي احساس فسيولوجي عادي، ان انا قدامي اصناف كتير شبعت. علشان بقى الناس ما تزعلش، انا ممكن جدا كافي قوي قوي، انا عندي مساحه من الاكل ان ياخد قطمه من كل نوع. في نقطه مهمه جدا من الحاجات اللي بقولك عليها هنا بتنفعني جدا، انه هديكي اكزامبل سريع، انه العيش الفينو، العيش البلدي، العيش الاسمر اللي بيسموه عيش الدايت يعني،
التلاتة باوزان معينه بيدوا نفس الكالوريز. الفرق مين صحي ومين مش صحي، هي دي النقطه المهمه. فلما الحاله بتفهم ان انا واخده العيش الفينو في وذين الكالوريز بتاعتي زي ما خدت العيش البلدي، فلما تغلط مره وانت عند طنط اللي بتزن خد منها الساندويتش مش مشكله. يعني احنا ممكن برضو الحدود الصحيه تحصل من غير ما نضايق الشخص اللي قدامنا. يعني طنط عزيزه عليا واكلها طبعا غالبا تحفه فاحنا ممكن ان احنا نراضيها وناكل بحدود، بس مش اللي يبوظ لي الدايت بتاعي. مع ان حبيبتي تسلم ايدك والله الاكل تحفه، انا بس شبعت عشان اعرف ادوق نوع تاني. والحدود الصحيه ما بين الناس مش معناها انه والله مش هاكل انا طريقتي كده، والله هو ده اللي مناسب ليا. مش ضروري ان انا اتكلم باسلوب طف او اسلوب فيه يعني قسوه مع الشخص اللي قدامي، بس ممكن ان انا افسر نفسي انه ده مش مناسبني دلوقتي. وحتى على فكره مهمه قوي برضو نقول الموضوع ده في التعليقات اللي بنسمعها على الجسم. لا انت خسيت كده ليه وانا عامل نظام وحابب جسمي بالشكل ده، فاهو بقى شويه كده لا تغيير. ده لو شخص فيه مساحه. شخص ما فيش مساحه ما بيننا ممكن جدا ان انا اقول له ما تخلينا نتكلم عن موضوع تاني، او معلش الموضوع ده مش مريح بالنسبه لي. عادي جدا ان انا اقول كده، دي حاجه ما تقللش مني وما تكسفنيش. و يعني برضو خلينا نقول انه العتب على الشخص اللي بدأ كلام في موضوع مش في خصوصه. يعني انا معجبه قوي الكلمه اللي انتي بتقوليها، ان انا اقول للناس من غير ما الناس تزعل انا مش حابه اتكلم في ده، او ده بالنسبه لي مش مريح. الحقيقه هي كلمه ممكن يبقى ليها انسلت على اللي قدامي ان هو ايه انا كده بغلس عليه، بس اكشولي هي الناس لازم تستوعب يعني ايه انا ليه مساحه نفسيه. بالظبط، انا ليه مساحه نفسيه اتكلم في اللي عايزه اتكلم فيه، وايه اللي يريحني وايه اللي هقدر اطلع اللي جوايا، مش لازم مع كل الناس. والاسلوب اللي بنتكلم بيه بيبين ان انا مش بتحداكي او مش بتخانق معاكي. مش حابه اتكلم في الموضوع ده، خلينا نتكلم في حاجه تانية خلاص، وممكن فورا نهزر في حاجه تانية. ده مش يعني معناه ان انا ازعل او انا مش زعلان منك انك سالته، ومش عايزك تزعل ان انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. صح. في حته بقى طنط نرجع لها تاني، والاكل والعزومه. والله انا بدات اجوع هناكل حاله بس نخلص الحلقه. الحته دي انه فعلا لما بفهم الاكل وبفهم ان انا النهارده مش لازم اكل 100% الاكل الصحي، بس هاخد ودان الكالوريز، هيخليني اول حاجه ما ازعلش اللي قدامي. تاني حاجه لازم نبقى رافعين شعار عادي جدا ان كلنا ممكن نشبع، مش لازم ناكل لحد ما ننهار. الحاجه الثالثه ان ده ما يخلينيش اخرج من العزومه دي واقول انا مش نافع لي دايت، مش هروح لدكتوره تاني. لا ده ننزل بقى اروح بقى اخد لي قنبله من قنابل السكريات، ما انا خلاص بوظت الدنيا. الجلد الزيت خالص. او في حد تاني ما يزودش في اللخبطه، ده في حد يحرم نفسه يومين 3 4. دي مشكله اخرى، لانك لما بتعمل الكالوريز اللو كالوريك دايت ده قوي بتوقف الحرق. فما فيهاش حاجه لما نغلط في سناك، ما فيهاش حاجه لما نغلط في وجبه. ده اللي كانوا قبل كده بيسموه التشيت ميل. بالظبط. ما ينفعش ان انا ابوظ الدنيا عشان انا غلطت في عزومه واخدت اكل مش صحي. اولا افهم الاكل عشان لما تاخد نوع غير الصحي اللي قايلين عليه تعرف ان انت وزن الكالوريز بتاعتك. ثانيا قدامي سفره ناس مبسوطه بيا وعامله لي كل حاجه، ادوق من كل حاجه. مش لازم الطبق احافظ على، كنا زمان قوي بنقول الطبق وتقسيمته، احافظ على النسب، بس هي عاملاه مش بطريقه صحيه. مش مهم خالص المره دي انه يبقى بطريقه توتالي صحيه. اقصد اقول الكميات بالظبط. اقصد اقول ان نسبه الخطا وارده، ما حدش فينا بيمشي 100% صحي طول الاسبوع، مستحيل. وكمان التدريج في كل حاجه مهمه. صح. حكايه فكره الاول اور نان من احد الافكار اللي دايما تكون عائق في الانظمه الصحيه وحتى النفسيه. صح. اني لو ما عملتش كل حاجه صح يبقى كده كل حاجه بقت غلط. دي صح. فكره لازم محاربتها تماما برضه. يعني كل التريكس دي مهمه قوي علشان في الاخر يكون الانسان مرتاح في حياته، ومرتاح في نظام اكله، وحابب نفسه وحابب جسمه. ولو حابب انه يعمل النظام ده علشان يبقى احسن، يبقى متفاهم وفي سلام مع اللي بيعمله، مش عن طريق العقاب والجلد. مبسوطه قوي اني كنت معاكي النهارده. بغض النظر انا بحبك وبموت فيكي وصاحبتي، بس بتبسط بحس ان انت فاهماني من جوه انسايد، زي ما احنا كده في انسايد اوت. النهارده ان شاء الله نكمل حلقاتنا. العلاقه فظيعه ما بين جسمي من بره وصحتي النفسيه من جوه. ماشي، حلقه ثانيه من انسايد. بس يا دكتوره